هنا اهو. بس الغريب اهو، مش عارف ظهر ولا لا. في مشروبات روحيه كتيره جدا، تحاول ما تجيبهاش يعني. في شوكولاتات، في حركات. انا بس هنا في حاجات اهي. انا بحب اوي الباكجينج لما يكونوا مهتمين بيه. اهلا بيكم يا جماعه. احنا في نفس اليوم اللي انا نزلت فيه اول فيديو هتعمل ايه اول ما تروح بتنام. قعدت شويه كده، ظبطت نفسي بسيط وهنزل تاني. اشوف حاجات من الماركت، لان زي ما قلت انت هنا لازم بتعتمد شويه على القوارير او الميه اللي في ازايز. وهشوف الاسعار معاكم لايف. نشوف بقى الاسعار هناك عامله ازاي، الاكل ايه نظامه. مش عارف هل ممكن اكل اكل من مطعم ولا لا، بس غالبا انا هشوف الماركت الاول واشوف الدنيا ماشيه ازاي فيه. وهجيب بقى اهم حاجات بستخدمها. اهو انا ماشي، في هنا روايح فظيعه جدا من الزهور دي. انتوا عارفين حشرة اسمها مش اليعسوب، مش عارف اليعسوب ولا اسمها ايه، معروفة كده في اللي بيتفرج على انمي ياباني. هتجدوا ان الحشرة دي دايما موجودة في خلفية الأصوات عندهم. فأنا سامعها دلوقتي كتير أوي. أنا دلوقتي هروح الماركت زي ما قلت في فيديو الأول اللي أنا نزلته، في فول ماركت في كل حتة في فيتنام. فأنا هروح هناك أشوف ايه نظامها، بيبيعوا ايه. أنا عايز حاجات بسيطة دلوقتي، الحاجات الأساسية، ميات، ولو مثلا في عندهم أي حاجات معلبة هشوف ايه نظامها. طبعا اللي قدامكم ده في اخر الطريق ده، هنا ده بحر. الجسر اللي احنا عدينا عليه، شوفوا جت بالحظ دلوقتي وانا بكلمكم. مش عارف هتيجي تاني ولا لا. هنا الاجواء غريبة جدا، ممكن او شوفوا في اضاءة بتبان في الفيديو ولا لا مش عارف، بس البرق ممكن يشتغل من نفسه، ما يبقاش فيه مطر اصلا، في برق. حتى انا ما بسمعلوش رعد، ما بسمعش صوت، بس هتلاقيه قاعد بينور في الطريق. مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، بس فجأة بتلاقي في حاجات بتنور. لاحظتها امبارح برضو وانا قاعد ماشي، لقيت في اهو، شايف الاضاءه دي، في غيوم بسيطه في حته. ما اعرفش هل الحته اللي بتكون موجود فيها البرد ده بتمطر هي بس ولا ايه، بس ما فيش هنا مطر، هنا عادي. فبرضو كانت حاله طقس غريبه قوي، حبيت ان انا اوثقها في الفيديو. اهو قاعد بينور هنا، مش عارف ما بانش عندكم ولا ايه، هو ممكن يبان هنا وانا بكلمكم. عشان كان بالنسبه لي حاجه غريبه قوي الصراحه، انك تشوف حته برق من غير مطر. هو تقريبا وقف هنا اهو. بس الغريب اهو، مش عارف ظهر ولا لا، بس الغريب انك ممكن ما تلاقيش اصلا غيوم. اهو لا، في غيوم والله، في الحته دي غيوم فعلا، البرق باينها. فيعني حاله طقس غريبه قوي. اللي قدامنا ده المفروض هو انا رحت الجهه التانية ولا لا؟ لا، ده تقريبا الجهه التانية هي البحر. هشوف. بس في هنا بحر حوالين المدينه كلها عموما، هي اللي عدينا عليه التنين والحاجات دي. تجد في كل مكان هنا في صباع. Turn right. هتجدوا في كل مكان في هنا ايه، الناس يعني بتعمل تدليك والكلام ده. صراحة ما جربتوش خالص هنا، ومش عارف هجربه ولا لا، بس ممكن تبقى تجربة حلوة يعني. المفروض دلوقتي اللي انا عايز بس اتاكد عشان ما توهش تاني كده في الدنيا هنا. المفروض اللي انا همشي كده، ده هو قريب اوي. هو تقريبا قريب من هنا اوي. هو ده تقريبا. هدخل معاكم، انا مش عارف بقى هينفع اصور وانا بشتري كده ولا ايه، بس عادي بقى، كله للمصلحة العامة. هحاول اصور نفسي مثلا وانا بجيبه، اول ما اجي قدام المنتجات هوريها لكم. هو ده فول ماركت. انا عايز اتاكد ان هو فول ماركت اللي تبع ليه كذا فرع يعني، عشان هو اللي فيه Your كل حاجة. destination is on the right. اهو احنا جينا طبعا. انت تركز بقى يا عم. انا اوريدك دلوقتي في مشروبات روحيه كتيره جدا، تحاول ما تجيبهاش يعني. في شوكولاتات، في حركات. انا بس هجيب الميه موجوده هناك اهي. هحاول اجيب القاروره الكبيره دي عشان اخلص من القصه دي، هشوفها بكام. وعايز اجيب حاجات بسيطه بس كده.
هنا في حاجات اهي. انا بحب اوي الباكجينج لما يكونوا مهتمين بيه، الباكج حلو اوي. بس ماشي، عايز برضو نشوف بيبيعوا كل حاجة زينا عادي. اصل يعني مفيش دولة دلوقتي بسبب العولمة بتعمل حاجة واحدة يعني، فكله بيبيع كل حاجة. حتى بيبيعوا يعني اطباق هنا جاهزة، عشان لو انت بتعمل ميل مثلا في الميكرويف او كده تعملها على طول. وهو انا افتكرت اكبر من كده، بس هو بصراحة في كل حاجة تقريبا يعني، فمش محتاجة. وده المكان اللي احنا شفناه اللي هو اخره في المشروبات الروحية دي، فماشي انا بس. وفي اكل قطط كمان واكل كلاب لو عندك اي حيوان اليف. ده هنا يعني بيبيعوا كل حاجة. بس انا مهتم اجيب حاجة من الموظفات بس مش لاقيها. حاجات بسيطة، صابون مثلا نوع معين او كده، مش لاقيه للأسف. بس زي ما هتشوف بقى هنا الاسعار كده، كل حاجة بالالف. يعني ده مثلا ب44,000. احسبها بقى هتلاقيها مثلا داخلالك على، يعني مثلا ده ب15,000 هيكون مثلا ب20 جنيه، او مثلا بنص ريال مثلا، او ريال بكتيرها. فهتبقى حاجات شبه كده. يعني الريال دلوقتي مثلا ب13 جنيه تقريبا، يعني ده بريال تقريبا. في 15 ده ريال، يعني ده كل الصابونة دي بريال. هنا مثلا ب60، تضربها بقى في 4 هتجد مثلا ب3 ريال، مثلا 4 ريال. حلو أوي. بس انا اللي مضايقني ان هم مش عاملين المية سخنة. مش مشكلة عادي. يعني انا دلوقتي في الحاجات البسيطة دي دفعت 65,000. قارورة مية تقريبا 5 لتر او حاجة زي كده، وحاجة ساقعة وحاجات بسيطة يعني، مش حاجات كتير. فدي الأثمان هنا. انا مستغرب لسه البرق الغريب اللي هنا ده، مستغرب قوي الظاهرة الغريبة دي. انا عايز مش عارف، بس بالنسبة لي حاجة ممتعة جدا. منظر غريب زي ده بيحصل كل ثواني. يعني شوف حرفيا، يعني شفت عرق البرق قوي ازاي. حاجة غريبة جدا بالنسبة لكده يعني، بالنسبة ان مفيش اصلا مطر. اهو شوف الدنيا بتنور ازاي. غريب غريب غريب. قولولي في الكومنتات شفتوا حاجة زي كده قبل كده؟ يعني رحتوا دولة كانت عادي كده تشوف البرق ومفيش مطر ولا اي حاجة؟ بس فده دليل على فكرة على الرطوبة هنا. الرطوبة هنا عالية جدا. الجو هنا غريب جدا. يعني انا قدام تقريبا البحر، قريب من البحر جدا هنا، وما تحسش فيه هوا. الجو شوية مكتوم، في رطوبة عالية. بس هنا كالعادة زي ما بقول لكم تقريبا في نبات هنا ريحته انا مش عارف اوصلها لكم جميلة ازاي. احلى من الفل يمكن كمان والياسمين. حلو قوي. شوف الدنيا قاعدة بتنور طول ما انا ماشي، غريبة جدا. بس يا عم تكون مركز انت عايز ايه، عايز تجيب ايه، عشان الفلوس هنا شبه بعض جدا. زي ما انت شايف هنا حواليك برضو هتلاقي كل الفلوس تقريبا نفس الشكل، هي بس الوان مختلفة يعني. فيهم نفس الشخصية، الاهم شخصية اللي انا قلت لكم عليها، بس انا مش بحب اقول الاسماء هنا عشان بس الناس بيفهموا على طول. فهو ده اهم شخصية اللي هو بتاع هوتشيمين ده اهم شخصية موجودة هنا. هتلاقي فيها صورته على كل تقريبا العملات. وتقريبا ده النبات اللي انا بقول لكم عليه تقريبا هو. ريحته جميلة جدا. هو ده الراجل ده. هتلاقيه في صورة كل حاجة. هتلاقي بقى كل حاجة شبه بعض، كل حاجة شبه بعض في الفلوس. فانت لازم تركز تشوف كم صفر موجود بالذات دي، عشان ممكن تلاقي بتدفع الواحد مليون، ولا قصدي 500 مثلا ألف بدل 50,000. فانت تركز. هسيبكوا دلوقتي عشان يعني قريب من البيت، فهسيبكوا دلوقتي عشان اشوف كمان انا هرجع ازاي. واشوفكم في فيديو جديد اما انزل. ممكن اكمل هنا اشوف اي كافيه هقعد عليه. برق جامد اوي حصل دلوقتي.
وبعديها اول ما اقعد عليه هبقى اكلمكم.